معلم، على الباب في صف ضابط طالب يقابلك ضروري. خير؟ معلم، وقفت سيارة السجن وهو نزل منها، قال لازم احكي مع المعلم مراد علمدار. دخلوا لجوا. قال ما بيحسن يترك السيارة. هيك؟ قائدنا طالب يحكي معك. مين قائدكم؟ مقابلتكم بالسيارة أحسن. يا ابني نزل لي شوفير. في حكي لازم اقول لك اياه. كنت بيجي وبزورك بالسجن، ليش عذبت حالك؟ انا ما رح اقعد بالسجن ولا دقيقة واحدة. هني رح يطالعوني من جوا. شلون بدها تصير هي بقى؟ لا تهتم شلون بدها تصير. فيلر دبر طريقة رسمية. والله وقعت بحضنه يا اسكندر المستقل. لا تشتغل فيني هلأ. أنا جاي لهون لحتى أتفق معك. أكتر شي أنت بتريده بهالحياة إنك تقتلني، ما هيك؟ ما عندي طلبات صغيرة مثل هدول. إذا بتخ كل عمرك بالسجن بكفيني. اسمعني. أنا مليت من الأمريكان والإسرائيليين والأوروبيين كمان إذا بدك. كلهم بيوعدوك بشي. الشي الوحيد اللي بيفكروا فيه هي مصالحهم، واللي بيخدموهن كمان مثلون، داود ورضوان ومحمد فكرت كمان. وهدول قعدوا واشتغلوا جوات الدولة وبراتها. هذا الحكي احكي لي الشرطي اللي اخذك على السجن، ليش عم تحكي لي اياه؟ عم بحكي لإلك لأني بدي منك تمحيهم كلهم. في أوامر تانية؟ لو سمحت أنا عم بحكي معك عن جد. بدي اجمع هدول اللي عديت لك اياهم كلياتهم، ورح رتب اجتماع وفيلر منجيبه. قتلن انت وقت الاجتماع. اذا حب الوطن عندك كبر، خدوم وطنك وموت بسبيله. مشكلة ما بتنحل اذا متت. انا رح كون كمان بالاجتماع. روح قتلني معهم. اسكندر انت شو بدك؟ بنتي، بدي منك تدير بالك على بنتي طول عمرك. ما عندي غير هالبنت. هالمسكينة تعذبت كتير بسببي وما إلها ذنب. إذا أنا وقفت ضد هدول الجماعة بيعرفوا كيف وشلون بيحرقوا لي قلبي. وما في حدا أبدا غيرك قادر أمن بنتي عنده. أنت أصدق واحد أنا عرفته. لا تفهمني غلط، أنا لهلأ ما بطيقك، بس بدي هالمعروف منك. انت ادخل على السجن واطلع وبعدين منشوف. طيب إذا طلعت من السجن توعدني؟ ما بعطيك هذا الوعد إلا وقت اللي بدي حط مسدسي براسن واحد واحد وقوس. بدك توعدني. بنتي رح تضل عايشة طالما انت عايش. انت اوفي بوعدك، وحتى لو انا متت بنتك رح تكون بأمان لآخر عمرها. وعد؟